طيب بسم الله. مش احنا جايين نتكلم في ايه النهارده؟ انا جاي ادردش معاك في نقطتين. النقطه الاولى، انا ليه مش بحب الشورت فيديوز اللي هو محتوى الفيديوهات القصير، الشورت والريلز تيك توك الحاجات دي كلها. الحاجه الثانيه، ليه مع اني مش بحبه ومع ذلك برضه بشتغل؟ طيب بصوا، مبدئيا كده خلينا نتفق ان الشورت كونتنت ده عاده بيكون هدفه تجاري بحت. يعني هو في الاساس اتعمل اصلا عشان يبقى حاجه سهله كده، بسيطه سريعه، تتعمل كده توصل الحاجه اللي عايزين يوصلوها وخلاص. الحاجه اللي عايزين يوصلوها ديت مش شرط تكون قيمه او يغرس فيك شيء، لان ببساطه انت عشان تغرس حاجه معينه او تناقش فكره بعمق معين فانت محتاج وقت ومحتاج تفصيل وما الى ذلك. الازمه بقى في الشورت كونتنت فيديوز ان انت بتلاقي حد بيطلع كده، هو يعني بيحاول يجذب انتباهك باي شكل ممكن، ويحاول يعني كانه كده بيعمل كل حاجه ممكنه عشان بس يمسكك كده، يربطك كده قدامه لحد ما تخلص الفيديو اللي هو عامله لك. طيب هل هو بيعمل كده عشان هو عنده مثلا حاجه مهمه جدا عايزك تستفيد منها او ما الى ذلك؟ الحقيقه انه لا، هو بيعمل كده ببساطه لان الويب سايتس اللي بتعرض الشورت كونتنت فيديوز ديت بتبقى عايزه المشاهد لازق في الويب سايت اطول فتره ممكنه. فكل ما الفيديو يكون بيشد وعامل هوكينج كده للمستمع، والمستمع بيفضل يتفرج عليه لفتره طويله، فبالتالي ده بيدي اشاره كده للالجوريزمز او اللوغاريتمات بتاعه الويب سايت ده ان الفيديو ده كويس. مش كويس يعني مفيد للناس اللي بتتفرج عليه، لا، هو كويس ان هو مخللنا الراجل او الشخص اللي قاعد على الويب سايت ده مش بيتحرك، يعني هو مشدود. تمام؟ عارفين لما تجيبوا طفل كده يعني بغض النظر عن ممكن المعنى يكون بعيد شويه، ولكن لما تجيب طفل وتربط الطفل دوت عشان يقعد يذاكر، نفس الفكره. يعني اللي بيحصل ان فعليا الاودينس او المستمعين بيبقوا مربوطين عشان يتفرجوا على الشورت كونتنت فيديوز دي. فالموضوع يكون فيه قدر من تسليع الاشخاص. يعني بشكل عام صناعه المحتوى ديت بالنسبه لي الهدف منها ان انا انشر نفع واؤدي في النهايه لنشر افاده او تغيير المجتمع والاشخاص وما الى ذلك. لكن هنا الموضوع اختلف تماما. الشورت كونتنت فيديوز ديت مش بتؤدي لبناء قيم، مش بتؤدي لبناء معرفه، اي شكل من اشكال التحسن ان الشخص بيستفيد فعلا من الفيديوز ديت، الا ما قل جدا جدا جدا. يعني الحاجه الثانيه ان هي بتاثر عليه بالسلب. يعني في النهايه بنلاقي ان الاتنشن سبان او قدره الشخص على التركيز وما الى ذلك كل ده بتقل بصوره ملحوظه جدا، لان هو اتعود ان لازم حد بيبقى مثلا رابطه كده عشان يسمع. والحاجه الثالثه اللي زي ما ذكرت ان المحتوى ده كله بيبقى اهدافه تجاريه بحته، هو بس عايز يفضل شدك ومسكك مكانك حتى وان كان بيبدو ان هو بيفيدك، ولكن في النهايه هو ربطك بيه عشان يعني يستفيد منك بشيء اخر او يعمل لنفسه براندنج او ايا كان. المهم خلاصه الموضوع كله ان الفيديو في حد ذاته ممكن ما يكونش فيه قيمه كبيره، او يعني حتى لو في قيمه فهي مش القيمه العميقه اللي نقدر نوصلها باللونج كونتنت فيديوز. وزي ما ذكرنا مساوئه كتير جدا، يعني جدا جدا. يعني لو تعرفوا في السنه اللي فاتت سنه 2024 تم اختيار كلمه برين روت ككلمه العام. كلمه العام اللي هي اكثر كلمه انتشارا وكلمه مستعمله وما الى ذلك، زي ما في 2019 او مش متذكر 2020 وقت الكورونا وهكذا تم اختيار كلمه كورانتين. فده يدل ان هي اكثر كلمه كانت الناس تسمعها في الوقت ده. سنه 2024 بقى اكثر كلمه مستخدمه او اكثر كلمه مألوفه للناس هي البرين روت. ايه البرين روت ده؟ البرين روت التعريف بتاعه قال لك ان ده عفن الدماغ. بينتج عن ايه؟ بينتج عن استهلاك كميات كبيره من المحتوى المرئي وما الى ذلك عديم القيمه، اللي هي بين قوسين كده الايه؟ الشورت فيديوز. تمام؟ يعني اللونج فيديوز ممكن يكون ليها تاثير مشابه، ولكن بلا شك الشورت فيديوز بتؤدي تاثير اسوأ بكتير، وبتخلي الانسان يعني اتاتشد كده للموبايل. عارفين الصور اللي بتبقى محطوطه اللي هو واحد مربوط بسلك كده ولازق في الموبايل؟ هو ده تاثير للاسف الشورت فيديوز، لذلك انا بكره. تمام؟ طيب ده بقى ينقلنا للنقطه الثانيه، ليه مضطر او ليه بستخدم الشورت فيديوز ديت؟ الحقيقه ان الموضوع ممكن يعني معقد شويه، فيعني خلينا بس نحاول نتكلم فيه واتمنى ان تفهموا قصدي. يعني اتمنى بس تركز شويه في الكلمتين دول، وهي ببساطه ان انا مؤمن بالتوازن، بحاله الوسط. يعني دلوقتي احنا عارفين الله سبحانه وتعالى قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. يعني ربنا سبحانه وتعالى في اصطفاء الرسل والرساله اللي بينذر بها الناس وما الى ذلك، لازم الرساله تبقى واضحه، تبقى بالصوره اللي ممكن فهم للقوم دول. الامثله على ده كتير. سيدنا موسى مثلا من المعجزات اللي أوتيها هو السحر وما الى ذلك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت معجزته القران، والقران يعني الله سبحانه وتعالى في اكثر من موضع تحدى الكفره ان هم ياتوا بمثله من شده فصاحته وما الى ذلك، ولكن في النهايه عجزوا في ذلك. يعني فالشاهد من الموضوع اللي انا عايز اقوله ان انت كشخص بتزعم ان انت هدفك تحدث تاثير او تحدث اصلاح او اثر ايجابي في المجتمع، فانت لازم بشكل ما تكون قريب من الناس، لازم بشكل ما تكون رسالتك مش صعبه قوي ومكلكعه قوي عشان الناس في الاخر تقدر ان هي تسمع. تمام؟ وعشان تحدث الفارق او تحدث الاثر المنشود ده. حلو. فده سبب من الاسباب اللي خلتني افكر في موضوع الشورت فيديوز. والحاجه الثانيه هي مساله ان هو شئنا ما بين دي حاجه كده كده موجوده. تمام؟ يعني
ديت حاجه حوالينا في كل مكان، وكلكم عارفين يعني كميه المحتوى اللي الناس بتتعرض له من الشورت فيديوز او الشورت كونتنت. وفي كمان او يعني اخص بالذكر المحتوى اللي بيسبب برين روت، اللي هو المحتوى التافه، اللي هو المحتوى اللي بيشد الشخص اللي قدامه وخلاص. تمام. فبتخيل ان هو من سبل الاصلاح، وقد ممكن اكون مخطئ في الموضوع ده، دي وجهة نظر شخصية يعني. ولكن قد يكون من سبل الاصلاح ان انت تزاحم المحتوى دوت بمحتوى انت شايفه ان هو مفيد. يعني مثلا لو واحد بيسكرول على الشورت فورم فيديوز وهكذا ومطول فيه وسرحان فيه، ولكن استوقفه في مرة فيديو شورت بيتكلم عن قيمة هادفة، فممكن لعل وعسى قيمة زي ديت تخليه يصحصح شوية. يعني ممكن مثلا حد لقى معلومة او نصيحة في شورت وهو بيسكرول كده، فالمعلومة ديت خلته يفكر مع نفسه، او الفيديو دوت خلاه مثلا ريدايركت، او يعني يروح يبص على فيديوهات تانية، او ينتبه لحاجة ما كانش اخد باله منها، فبالتالي يدور عليها اكتر وما الى ذلك. فبالتالي انت وصلت له في المكان اللي هو بيقضي اغلب وقت. تمام. فهي دي الفكرة. طيب هل ده معناه ان الناس مثلا اللي مش بتعمل شورت كونتنت فيديوز غلط؟ الحقيقة لا، مش هقول على حد غلط. يعني انا بالنسبة لي انا كمروان، انا شايف لو خيرت ما بين ان انا ابقى موجود في مكان او في زمن في الشورت كونتنت فيديوز دوت مع سهولة الانتشار وما الى ذلك، ومع ان انا سهل جدا اوصل رسالتي لناس كتير والكلام دوت، وخيرت على الجانب الاخر ان انا ابقى موجود في وقت تاني ما فيهوش اصلا الموضوع دوت، بس في الصورة التقليدية للكلام اللي هي شبه اللونج فيديوز اللي احنا بنعملها وما الى ذلك، اظن ان انا هختار الخيار التاني، اللي هو تبقى الاوبشنز ليميتد بالنسبة لي، بس ابقى مقتنع بتأثيرها. يعني زي ما ذكرت، بناء الوعي شيء عميق، شيء محتاج مجهود، شيء محتاج تفصيل، محتاجين نتكلم كتير عشان نوصل المعنى بصورة كويسة. فلا شك ان الشورت كونتنت فيديوز اللي هو بيبقى سكريبت بوم بوم طخ طخ دوت لا يؤدي الوظيفة بأي شكل كان يعني. بس دي كانت دردشة بسيطة يعني. وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، يعني فترة 2019 2020 اللي هي بدأ يظهر فيها بقى موضوع الشورت فيديوز والهيصة الجامدة جدا بتاعة تيك وما إلى ذلك، كانت فترة كنت بعمل فيها فيديوز. سبحان الله بعدها توقفت شوية، وفي الفترة ديت حتى كنت معترض على عمل التيك توك وما إلى ذلك. كان يعني مجتمع صعب شوية، أو يعني إلا من رحم ربي، ولكن أغلب المحتوى اللي كان موجود عليه هو محتوى مش صح. فكأنك بتتواجد في مكان هو السمت الظاهر بتاعه أو السمت العام بتاعه مش صح. دايما بفكر في مسألة إن وجودي على مكان زي دوت مع كثرة المفسدات اللي فيه قد يؤدي إن واحد يجد يعني إيه مبرر أو يعني بيجد حجة لنفسه إن هو لا، أنا موجود عشان مثلا في أشخاص بيقدموا نفع على المنصات ديت وما إلى ذلك. فيعني قررت إن أنا ما أكونش موجود خالص، وقدر الله ما شاء فعل. وبعدها طبعا مش عارف، ممكن دوت يكون درس، سبحان الله يعني، يكون درس بس مضمونه ان المساله مش مساله انت بتسعى ازاي. يعني انا الفتره دي كنت بعمل فيديو يعني بالفعل شغال، ومع ذلك تركت السبب اللي في ناس كتير جدا صوتها وصل واتغيرت تماما ومحتواهم بقى يوصل للناس كلها بسبب الوسيله ديت. ولكن زي ما ذكرت هو لعله درس، يعني انت حتى لو كنت فعليا في الفتره دي شغال تمام، فمش شرط ان انت بمجهودك او مش شرط بعملك او مش شرط بالظروف اللي حواليك ان انت توصل للي انت عايز تقدمه او توصل اللي انت عايز توصله. مش عارف تفهمين قصدي ولا لا يعني، بس دي حاجه كده بصراحه بفكر فيها يعني. بس ولكن في النهايه هو توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. انت بتسعى والله سبحانه وتعالى اعلم بالنوايا. وزي ما ذكرت انا الفيديوز بالنسبه لي او صناعه المحتوى بشكل عام مش مجرد وسيله، يعني مش مجرد زي ما الناس بتعتبرها هدف عشان صوتي يوصل، او هدف عشان بزنس ينجح، او هدف عشان يبقى فيه بيرسونال براندنج بعمله لنفسي وما الى ذلك. ولكن الموضوع اكبر من كده. انا رؤيتي في الفيديوز اكبر من كده بكتير، وممكن ان شاء الله نتكلم عنها قبل كده. انا تقريبا طولت، التايمر مش ظاهر لسه، الكاميرا جديده فمش عارف الوقت اللي انا شغال فيه قد ايه. بس هي كانت دردشه بسيطه كده. خلينا ان شاء الله نتكلم اكتر براحتنا في مواضيع متفرقه الفتره الجايه. ويعني قولوا لي كده كومنت وقولوا لي رايكم في الكلام دوت، متفقين معترضين، شايفين ان دوت حاجه كويسه، او شايفين ان احنا المفروض ما نمشيش ورا تيار وخلاص. عرفوني كده رايكم ايه، وخلينا ندردش مع بعض. يلا اشوفكم ان شاء الله على خير، وكانت دردشه لطيفه. السلام عليكم.